اخيرا وصلنا للملعب الكبير بطنجه اللي غيحتضن افتتاح كاس العالم للانديه هنا بمدينه طنجه. اليوم نتوجهوا للملعب اوكلاند سيتي، الاهلي المصري وصيف بطل القاره مع بطل قاره اوقيانوسيا اوكلاند سيتي اللي كيحضر اكثر من 6 ديال المناسبات في الموندياليتو. المره الثانيه يحضر المملكه المغربيه بعد ما كنلعب المباراه الاولى ضد فريق الرجاء البيضاوي ونهزم ضد النصر العالمي فريق الرجاء البيضاوي. اليوم الاهلي المصري اوكلاند سيتي، الجماهير الطنجاويه الجماهير المغربيه حاضره بقوه هنا. تحياتي اخي طنجاوي ديالنا عمرنا ما يطيح السكون داخل، كاين شي سكوندا مره. حسره كبيره الجماهير الطنجاويه على النتائج المخيبه لفريق اتحاد طنجه، ولكن مع افتتاح الملعب عوده الموج الازرق المدرجات من جديد لتاسيس الملعب الكبير بطنجه بعد هذه المباراه الكبيره اللي غتكون هنايا في مدينه طنجه، افتتاح الموندياليتو بين فريق اوكلاند سيتي وفريق الاهلي المصري. الاهلي والجماهير الاهلاويه حاضره هنا. شي دابا التيكي والو، واش ما ناقصش التيكي الدراري؟ لا والو، لا تيكي لا والو، كندخل السيت بلوكي. الجمهور هو الاساس، الا ما كانش الجمهور ما عمر شي تظاهره غتنجح. هذه باينه، هما اللي كينجحوا التظاهرات. هما اللي داو التيكي، قسموا بالله ما كاينش شي واحد زعما يقول لك سكاب بيول طنجه والتيكي ما عنديش. ميساج ديالك وصل عشان الملك. شويه غادي تشوفوا واحد الاحتفال ماشي عادي هنا مدينه طنجه، احتفال يضاهي التظاهرات الرياضيه الكبرى. ما نطولش عليكم، خليكم مع هذا الفيديو ديال الاحتفاليه. السلام عليكم. ديروا النية، بغيتكم ديروا النية. يمكنش ديبلاصا وما تلقاش هاد السيد هذا. ما يمكنش تدي بلاصه وما تلقاش السيد الرئيس هذاك. السيد الرئيس رئيس في كينشاسا في طنجه ديما تا هو حاله. على غير واش دير التجربه بالرباط خصيصه صراحه نحن برا صراع من اجل البقاء. شوف تعارضنا زعما نظام زرق اللي وضع الخطه الامنيه على مستوى زعما خارج الملعب جلبت الملاعب. لا خصو يتحسب خطه زيرو كما كان الحال
شنو؟ الشعب المغربي شوف كيبغي الكره احنا وطنيه حنا في المطارق بلا ما تهضر على شي حاجه وطنيه، حنا راه حنا وطنيين اصاحبي ابا عنجل، ولكن هذوك كيكرهوا ولكن التنظيم السطر موفيز افير، خص اعاده النظر. انا اقسم لك برب الكعبه هزيت دري صغير وعطيته للرجل ديال القوات المساعده، عطيته له قلت له انت كتحمل المسؤوليه ديالو دابا، زعلته له قلت له انت اللي غتحمل المسؤوليه ديالو حتى الا بقى غير. المهم ماتش باقي 0-0 دقيقه 36 خا يونس الغزال يا خا يونس تحيه الناس مصر مرحبا بهم عندنا في المغرب. بعدا شوف واحد الكلمه خلينا نشجعوهم خاوه خاوه ما حنا الاهلاويين الزملكاويين خا يونس شنو كترشح في المباراه كاع دوز متفقين الاهلي اللي غادي اهلاوي واش مع الاهلي نتمناو تربح الاهلي في هذه المباراه. انا كنتفرج في الدوري المصري والله الاهلي ما عنده هذا الجمهور هذا اللي خلي يتفرج عليه مشجع ماشي شوف سي ويلي الله يجزيك على الجمهور سير اصاحبي تفرجتي ماتش الاول المغرب كره في المنتخب كتفرج اخويا في المنتخب عنده ياسين حافظ عزيز الحاجه الوحيده اللي تتفرح لي شكون هي؟ هي المنتخب. باش وصل باش وصل بالبويصه الراس ديالي اللي بوسالو حق الله العظيم. وريو داك الفيديو تشوفوا الفيديو سي انا الله يسلفوش داك الراس الله يسلفوش بوس ولو طارق بوس حرة بورك لا سوري كمان بالباسيرة الخضراء جدي كاس الجزائر بالباسيرة الخضراء الله 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 الله. الشوط الاول تقدم فريق الاهلي المصري ب1-0 هدف جا حدود الدقيقه 44 اخر انتهى الشوط الاول خايفتح بحضور الشيف فتاح. هذه المسيره خاطر فتاح تغنى في وسط الماتش في الديريكت كلاش من كلاش حنا ماشي العيروش، حنا والله ماشي العيروش الجمهور، حنا مقدمين اخي، حنا والدينا ربونا على التربيه. المهم خايفتح كيمشي يعيش معنا الشوط الاول خويا شو انا بعد دخلت مع ماركا والبيت اذا شنو نساوني بداك ديروا النية قال لك اخويا الاجواء الروحانيه شي العشوه دابا في التيران كاين طنجه لا هذيك كتلاقى معايا شنو شي وقع الصباغ عندك الصباغ اخويا عندك الصباغ. السلام عليكم اجي اخي هضر لنا على كيفاش الشكل كيفاش دازت تحتيم الله هذا خاطر كيتفرج في شي ماتش اخر دعينك الخاوه ديالي ومن بيت الاحرار مشرق الانوار والصحراء المغربيه وعاشت فلسطين. السلام عليكم. الهدف الثاني لصالح فريق الاهلي المصري يمكن تسليم المباراه مبكرا. ديروا النية الدراري بصح تكون فرجه بعدا البرد كاين البرد طنجه كاين البرد الله يجعل البركه تفرج الله يجعل البركه. الاهلي المصري تكلم المباراه اوكلاند سيتي ما حضروش ما جاوش في هذا الماتش هذا نيوزيلندي ومعليش حتى لهنا خايف تاح اش كنقولوا الجمهور ديالنا اش كنقولوا للجمهور ديالنا البلوك ديالنا من طنجه تكونوا بالألف بخير الصحراء المغربيه ولا عزاء للحاقدين وديروا النية. المهم راه كنديبلاصاو باش نوصلوا لكم دائما الصوره من قلب الملعب سواء مزيانه سواء خايبه اي حاجه معليش دائما طارق الوزاري كيقرب لكم اجواء المباريات كاس العالم للانديه البطوله الكونفدراليه الافريقيه الشامبيونز ليغ اي مناسبه كرويه واي حدث رياضي وباقي ندير الكاسكيطه واي حدث رياضي حضر
النظر هنا في الاراضي المغربيه. تحياتي وتبارك الله عليكم. طارق الوزاني، خلوا شي لايك، خلوا شي كومونتير على هذا الفلوق هذا من مدينه طنجه. وباقي نحضروا معكم كاس العالم للانديه، باقي نحضروا معكم ماتش الوداد، وباقي نحضروا معكم في لي ماتش ديال الدومي فينال، سواء ريال مدريد سواء فينال. نتمنى تكون في حاضره الوداد الرياضي البيضاوي. باش طارق خليتي كيفاش تسكن الكاميرا